لقيت نتيجة؟ قبل ما تحكيني عن أي شيء، لقيتي النتيجة اللي أنت عم بتدور عليها؟ لحظة شوي. إذا كنت عم تاخذ أنو دواء بدك، أنو علاج بدك إياه لحتى يعالج لك التهاب المفاصل المزمن اللي أنت عم بتعاني. هل مفاصلك تحسنت؟ هل جودة حياتك تحسنت؟ ورجاء ما تحكي إنه مشاعري جميلة، حاسين الأمور أهدى. هل تشافيت عن جد من التهاب المفاصل المزمن؟ والله إذا كانت أمورك ممتازة فأنت على الأغلب مش رح تتابعني ولا تشوف الفيديو هذا، لأنه أمورك جدا ممتازة. ولكن إذا بعدك عم تاخذ نفس العلاج وعم توصل لنفس النتيجة، آلام بالمفاصل ومفاصلك متصلبة ومتحجر بالليل ومش عارف تنام وأمورك جدا تعبانة ونفسيتك جدا محطمة، شو بعدك عم تعمل كمان؟ بدك تقضي كمان سنة سنتين 3 و10 بنفس المحل؟ صحتين وهنا رح تاخذن كمان بمساحة جدا. ولكن إذا كنت من الناس اللي بتآمن إنه لا اجى وقت لأنا اطلع من بقدر انه اطلع من مرضي، وعن جد انا جاد انه انا اوصل لمحل اللي من خلاله اتحرر بالكامل من التهاب المفاصل المزمن. مفاصلي تكون لينه مرتاحه، نفسيتي تكون مرتاحه، انا مع نفسي اكون مرتاحه، انام مبسوط وافيق مبسوط. مش هذا اللي بدك اياه بالاخر؟ هذا اللي انت عم بتدور عليه؟ فانت انا عم بحكي مش عن تجربه وحده، عده التجارب اللي انتم ممكن تشوفوها بالشهادات تبعت الزباين اللي الناس اللي وصلوا لهذا المكان مع نتائج جدا مريحه. حبيبي تكون بهذا المحل من غير كلمات زياده وفلسفات زياده، اضغط نعم وانا بتواصل معك شخصيا لحتى نتقدم وتشترك بهذا البرنامج.